حضرتك انت ما جبتش ثمن الكمبيوتر، ما جبتش ثمن الكهرباء اللي انت استخدمتها في الكمبيوتر. انا ما اعرفش الكواليس، انا بشوف من بعيد عشان بس ما حدش يفتكر ان انا يعني برمي على حاجه. بشوف الموضوع اوفر اول مش عاجبني، يعني انا مش مرتاح. اي حاجه تتحل في الغرف المغلقه دي اكبر يعني ازمه ممكن اكون شفت حد وقع فيها وكان مصمم. ده سؤال صعب قوي. انت دورت الدنيا كلها من السرير، انما الفكره انك تعرف تتعامل مع الابس اند داونز وتصبر على الابتلاء. اهلا وسهلا بيكم في بودكاست جديد من مصمم ومصمم. النهارده احنا بنصور الحلقه الثالثه، والنهارده يوم الجمعه. يوم الجمعه بيبقى يوم مختلف وليه تيست خاص ومذاق خاص عند كل الناس، سواء كان المذاق الروحاني او ان انت حاسس ان النهارده الاجازه. وده احلى حاجه في يوم الجمعه اللي انا شخصيا ببقى بصراحه مبسوط بيه ومستمتع بيه. ضيفنا النهارده هو شخص مميز وليه برضو مذاق خاص زي يوم الجمعة بالظبط. مجرد ما بنشوف الديزاينز بتاعته بيجي في بالي حاجة واحدة بس، وهي التفاصيل. الشخص ده يا جماعة قد ايه هو ملم بالتفاصيل، وقد ايه هو متمكن من ادواته في الديزاين، وحتى كمان في اوبريتنج الشركة والبراند بتاعه. ضيف النهاردة هو شخص مصمم على النجاح، وهو كمان مصمم معماري ومصمم داخلي، فبالتالي هو مصمم ومصمم. ضيفنا النهاردة البراند بتاعه موجود في كذا مكان في مصر، مش في القاهرة بس، موجود في أكتر من محافظة. وحاليا كمان واللي أنا لسه عارفه بصراحة مؤخرا إن هو كمان متواجد في الإمارات من فترة، من 2016 تقريبا، ومتألق بصراحة بشدة. وأنا شخصيا بعجب جدا بالديزاينز بتاعته وبالتفاصيل اللي بيحطها في الشغل بتاعه. ضيفنا النهاردة في البودكاست الحلقة الثالثة هو المهندس أحمد درويش. ازيك يا احمد؟ ازيك يا احمد؟ ايه الاخبار؟ انت عامل ايه؟ انا مبسوط جدا جدا جدا. المقدمه الخطيره اللي انت قلتها والله انت دي فعلا تستاهلها حقيقي. ربنا يعني يخليك، ده من ذوقك، وشكرا على المقدمه الهائله دي، خصوصا انها طالعه من واحد مهندس وبيفهم كويس جدا ربنا جدا يخليك. جدا، ربنا يخليك. وعنده تيست مختلف برضه. ربنا يخليك. فدي شهاده اعتز بيها. ربنا يخليك، انت تستاهل كده فعلا. وانا يعني احنا ما تقابلناش كتير، بس انا دايما كنت بشوف شغلك وسعيد جدا بشويه مشاريع انت عملتها. يعني لو تفتكر مره حكيت لك ان انا شفت لك مشروع المبنى الاداري اللي كان رامي ورهولي، حاجه خطيره. فده يدل ان احنا بنتكلم على ديزاينر من العيار الثقيل. من ذوقك. خلينا النهارده نتكلم سريعا عن البدايه كانت ازاي؟ البدايه كانت وانا لسه في الكليه. يعني بما اننا بنتكلم على التصميم على النجاح، فخليني احكي لك حكايه سريعه. هو انا لما دخلت كليه هندسه كان والدي متصور، والدي كان مهندس مدني وعنده شركه مقاولات، وكان متصور ان انا هدخل قسم مدني، ولكن انا فاجئته ان انا لن اعيش في جلباب ابي، ودخلت قسم عماره. وبعدين عندي كده حكايه سريعه. كنت بحب بنت وانا في الكليه، كنت عايز اخطبها، وبعدين زي ما بقول لك كده وبعدين بقى رحت لوالدي وقلت له بقى انا عايز اخطب وكده. قال لي كويس، طيب وبعدين انا هديك مصروفك انت وهي، ولا انا هديك مصروفك وباباك هيديها مصروفها؟ فالكلمه بقى وانا طبعي شخص عنيد، فخدت القرار ان انا هشتغل من وانا في الكليه علشان اعرف اخطب البنت دي. هي طبعا اتجوزت الحمد لله دلوقتي ومعاها. فدي كانت البدايه يعني. فاشتغلت وانا في ثالثه كليه تقريبا. ابتديت واحد صاحبي كان عايز يعمل شقته، عملتها له. واحد صاحبي في ثالثه كليه وانا في ثالثه كليه قسم عماره. واحد صاحبي كان عنده بيعمل شركه يعني عنده فاميلي بيزنس، شركات سياحه، فكان بيعمل برانش جديد. عملت كل ده فور فري. فابتديت واحده وانا في الكليه اشتغل واعمل الكلام ده. فابتديت من وانا لسه في الكليه. وبعدين نيجي نقول البدايه الحقيقيه ان انا ابتديت سولو اركتكت سنه 2012. كنت لوحدي، انا اللي بصمم وانا اللي بشرف وانا اللي بحاسب وانا المحاسب وانا عارف انا مدرس فرنساوي ولا بيجيب مدرس فرنساوي. كنت بعمل كل حاجه لحد ما دلوقتي الحمد لله احنا كوربريت، يعني الحمد لله فيها 85 مهندس الحمد لله. ما شاء الله. وده نجاح يعني، ده توفيق ربنا في الاول وفي الاخر. ونجاح الحمد لله. ونجاح طبعا. وبعدين القصه بدايتها كده ان في اصرار على النجاح ايا كان السبب ايه. هو سبب بدأ صغير بس هو كان وراه اصرار. الاصرار ده كبر 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 جواك لحد ما قدرت ان انت تثبت نفسك في الماركت. مظبوط. التشالنج عندي كانت مختلفه شويه. وخليني اقول لك التشالنج جت منين.
اول حاجه انا اول ما ابتديت انا ما ابتديتش في القاهره. مم. الماركت في القاهره هو يعني الدكتور اللي اسمه بيرند بيبقى عيادته في القاهره او مم. المركز بتاعه في القاهره. مم. كذلك عندنا انت مش هتتعرف على مستوى مصر في الاغلب غير لما تبقى ظاهر في القاهره. مم. فكون ان انا ابتديت اول ما ابتديتش في القاهره، وده برضو خلق حاله عند بعض الناس في الماركت لما ابتدوا يشوفوني سنه 2018 2019 مثلا. في ناس فكرت ان انا ستارت اب. مم. هو الراجل ده طالع منين ده؟ طيب هو الستارت اب ده ازاي جاي بالاكسبيرينس دي؟ طب هو ازاي جاي بالحجم اللي يعرف يعمل بيه المشاريع دي؟ فالناس ما كانتش عارفه، لان انا ما كنتش بالنسبه لهم، لا انا كنت زميلهم في جامعه من الجامعات ولا انا كنت معاهم في حاجه. فمره واحده الراجل ده ظهر. هو في الحقيقه لا، هو انا ظاهر من من زمان، بس مم. ما كنتش موجود في ماركت القاهره. مم. فهنا كانت البدايه. ابتديت في فرع في بلدي اللي هي اصلي، مم. دمنهور، مم. وبعدين سموحه اسكندريه، وبعدين التجمع الخامس شارع مم. 90، وبعدين جزيره الريم ابو ظبي. ما شاء الله. وقبل جزيره الريم ابو ظبي كان في شراكه مع شركه اسمها مم. فيرتكس، كانت هي الفيت اوت كومباني بتاعه الديزاينز بتاعتنا، كانت المنفذ الحصري مم. لتصميماتنا في الامارات. في الامارات دي كانت بدايه في الامارات، وبعد بالظبط، كده دي كانت في 2016. مم. حاليا احنا موجودين تحت احمد درويش ديزاينز، الاسم التجاري المسجل رسميا في اماره ابو ظبي. ما شاء الله ما شاء الله. قصه جميله ربنا يخليك. وانا بص لما بقعد مع اي حد من الاجيال بتاعتنا واللي اصغر شويه حتى ايفن اللي اكبر، وبقعد اسمع الحكايات دي، حقيقي انت مش متخيل انا بقعد اسرح معاكم ازاي. لان بيبقى انا عندي قصه برضو ومريت بيها وشفتها وعشتها. فلما بتقعد تسمع حكاوي الناس دي كلها، اولا الاجيال اللي لسه طالعه بتستفيد وبتتعلم، طبعا. ولسه هنتكلم على الاجيال اللي طالعه ده عشان ده فيلم كبير. بس خلينا نتكلم ان انت في فترة ما بتحتاج ان انت تعرف شخص زي احمد درويش وزي فلان وزي فلان وزي فلان. الناس دي بتعمل ايه النهاردة عشان تحافظ على النجاح ويا جماعة الناس دي ما بتقعش، يا جماعة الناس دي الحياة ماشية معاهم على طول كده. فدايما انا الاهم حاجة عندي في البودكاست ده ان انا ابين الرحلة والمعاناة فيها كانت عاملة ازاي. هي مش سهلة. لا دي كانت معاناه، مش اي معاناه. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، يعني المعاناة والمشاكل اللي قابلتك اللي خليتك انت مصمم لا انا هنجح، لا انا هعمل حاجة، لا انا هكبر. بص خليني اقول لك الاول هو ازاي الموضوع ابتدى. هو انا زي ما قلت لك انا ابتديت في 2012 سولو اركتكت، وبعدين لما بدا الشغل عندي يزيد بدات اعمل ديزاين انزله على السوشيال ميديا، الاقيه عمل بومينج، فبدا يجي لي شغل واحده واحده. لقيت ان انا محتاج ازود حد معايا جاست انه يرسم 3 دي ماكس، يرسم ديزاين، لان ما بقتش فاضي ان انا اقعد ارسم 3 دي. انا كنت انا اللي برسم اوتوكاد، وانا اللي برسم 3 دي، وانا اللي بعمل ريندر، بعمل كل حاجه. فعايز حد يساعدني. فعايز اقول لك ان حتى لما ابتديت اعين حد عينته بارت تايم، ما كانش فول تايم. عينت 2 فيهم واحده انا بكن لها كل التقدير، موجوده في الشركه لحد النهارده، وهي على راس البروجكتس مانجر للشركه كلها. تمام. ودي الرحله بقى دي رفيقه رحله. تمام. المهندسه هند ممدوح ما شاء الله. فهي ابتدت معايا، وطبعا في اسماء كتير ما زالت اشتغلت معايا موجوده النهارده لحد النهارده في الشركه، بقى لها 5 سنين و6 سنين و7 سنين. مدير الحسابات من اول ما ابتدى معايا، من اول ما عوزت حد في الحسابات الاستاذ علاء، انا مش عارف بشكرهم علشان لازم انا بحب التيم بتاعي، احلى حاجه، بحب التيم بتاعي. وطبعا عشان اقعد اقول ال 85 اسم تمام فهيبقى الموضوع صعب، هموظ البودكاست. بس انا بحب التيم بتاعي عشان كده يعني ذكرت كام اسم، انما كلهم يعني احنا بنوجه لهم كلهم يا جماعه تحيه يعني ل 85 فرد اللي موجودين في الشركه جميعا يعني. بالظبط. فانا ابتديت كده، وبعدين ابتديت بقى اخد خطوه خطوه. طيب انا دلوقتي بقيت محتاج حد يعمل ديزاينز، خلاص. طب احنا محتاجين نعمل تكنيكال اوفيس عشان الشوب درونجز. طب احنا محتاجين حد يعمل ماتيريال سيلكشن. طب محتاجين حد يعمل تندر، محتاجين حد يعمل بو كيو، محتاجين حد. فابتديت الشركه دي اتعملت، لو الناس تعرف، اتعملت جهاز مهندس يعني بجد. انا كنت بحوش شويه فلوس عشان اشتري جهاز. طب احنا بقينا بنعمل ريندر بكواليتي اعلى وعايزين جهاز اقوى، فجهاز اقوى ونقسط. وجهاز اتجاب في الشركه دي في مكتب سموحه. انا افتكر كويس جدا جدا جدا، انا اشتريته بعد معاناه، وبعد ما اشتريته ما كانش معايا فلوس اوضبه، فخلاص ابتديت ان انا اوضب فيه.
بقيت بجيب بلاطه قعدت اوضب فيه 2 وشويه، ما كانش معايا فلوس ان انا اكمل توضيب. خدت الموضوع خطوه، وبعدين اول ما عملت مكتب سموحه ما كنتش عامل حسابي فيه غير 4 مهندسين بس، وبعدين جبت 2، واحد شغال باللابتوب بتاعه وفي جهاز واحد كمبيوتر. وبعدين بدأت ازود، انت فاهم قصدي؟ فالناس متخيله ان انت مره واحده هوب عملت بومينج، فجبت 3 فروع وعينت ال 85 وجبت 70 جهاز إيه كمبيوتر. ده فجأة يا جماعه مهندس فاتح 3-4 فروع وفاتح هنا وبتاع ايه الراجل ده؟ حكايته لا ما كانش معايا صدقني. كنت بحاول ادخر كل فلوس تجيلي علشان اطور بيها من نفسي، وكنت بقعد اذاكر، ما كانش عندي وقت. يعني انا كان المفروض ان انا مع ناس صحابي كانوا بياخدوا MBA وبتاع، وانا كان المفروض اخد معاهم، لان الموضوع في فتره من الفترات اتحول من ان انت مهندس شاطر لان انت لازم تدير الناس دي. فالموضوع هنا جت صعوبته. صح. بس عشان احسن ده ذاكرت ميني MBA كده. مع انت الاخر يوم في عمرك لازم هتفضل تكون بتتعلم وبتذاكر. حتى انا الاداره عندي في الشركه مختلفه شويه. عندي شويه اقسام مش موجوده ممكن عند ناس تانية اكوردنج للي انا محتاجه، مش لان الناس اتعودت عليه. الناس اتعودت يبقى في FF&E، في تكنيكال اوفيس، في لا انا عندي شويه حاجات تانية مش موجوده. بس علشان انا دي الطريقه اللي انا حاسس ان انا ممكن ادي بيها اداء احسن او اسرع. خلينا نقول ان دي سر الخلطه بالبلدي. ممكن بعيد عن الهندسه نتكلم كده. ممكن يعني ما مشيتش على الخلطه اللي كل الناس ماشيه بيها. لا عندي شويه حاجات مختلفه شويه. يعني ساعات احنا بنعمل هايرنج على بوزيشنز، الناس بتقول ايه البوزيشن ده يعني بيعمل ايه يعني؟ زي ايه مثلا؟ يعني مثلاً عندي مثلا انا عندي بوزيشن في الشركه اسمه اوبريشن انجينير. الراجل ده بيبقى يعتبر حلقه الوصل بين الكلاينت والسايت. تمام. بيكون ملم بكل الاحوال، كل اللي بيحصل في السايت بيربط الاتنين ببعض. الكلاينت لو راح السايت هو ما يتكلمش مهندس السايت، ما ممكن المعلومه ما توصلش، ولو وصلت لمهندس السايت لازم ينقلها مهندس الاوبريشن يعمل عليها ابديت على الفايل بتاع الكلاينت، تعديله، طلب يغير لون، اصل في حاجات كده بتحصل طبعا يعني. طبعا. فالحاجات دي بتعمل لخبطه. فعندي لا عندي في حد متخصص اسمه اوبريشن انجينير، وبالمناسبه ده لازم يكون حد كاركتر شاطر وبيعرف يهندل الكلاينت هو شاطر في الهندله ولازم يبقى بيرفكت في الهندله. بالظبط. ده موضوع كبير. بالظبط. فده كان معمول عشان خاطر يخف شويه من اللخبطه اللي بتحصل من تغيير معلومات او تغيير اسعار، بالذات فتره اللي حصل فيها تغيير اسعار كبير في الماركت. فلازم حد يكون بيعرف يعمل هاندليشن للموضوع ده. بص، في الماركت بتاعنا انا شفت مهندسين، يعني خلينا نتكلم معاك فرانكلي بصراحه، يتعدوا على الصوابع اللي قدروا يعملوا المعادله الناجحه ما بين ان هو يبقى ديزاينر شاطر ويعرف يدير الفريق بتاعه مظبوط. صحيح. يعني انا شخصيا ياما وقعت في دروبات في الاداره، لان انا راجل مهندس تكنيكال ديزاينر كونسبشوال. الاداره بالنسبه لي اتعلمتها بالترايل اند ايرور، انا بقولها قولا واحدا. كلنا اتعلمنا كده. في ناس تقول لك لا انا درست MBA وعملت كذا واستفدت وممكن تلاقيه هو ادارجي شاطر، بس هو مش بيطلع ديزاينز قويه، هو بيطلع بروجكت مفيش مشكله، بس ما عندوش الديزاين المختلف. وتلاقي العكس، ديزاينر شاطر جدا 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 بس هو مش عارف يدير المنظومه بتاعته. فبالتالي بيقع. فانا شايف ان انت قدرت تحقق المعادله دي، ان انت في السايت قادر تكنترول الموضوع. اتمنى. لا يعني انا بقول لك انا بقول لك انت قدرت تعمل المعادله دي، وقدرت ان انت تعمل الديزاين الحلو المختلف. خد بالك ديزاين بالنسبه لي حلو، يعني مش شفتوش قبل كده، على الاقل في الماركت بتاعنا ما شفتوش ان حد بيعمل بالكواليتي ده، بالفكر ده، بالشغل ده. لا يعني بجد بيتعدوا على الصوابع حقيقي يعني. ربنا يخليك. وفي نفس الوقت انت قدرت ان انت تحافظ على المنظومه بقى وتكبر. بص يا احمد، كان عندي وجهه نظر، انا عايز الكلاينت يدخل عندي يطلع ما يطلعش بره، يعني ما يطلعش بره يبقى فيه حاجه ناقصه. ياخد الديزاين، ياخد تنفيذ باعلى كواليتي ممكنه، ياخد FF&E، ياخد فابريكس، فرنيتشر، اكيوبمنت، ياخد كل حاجه. انا بحب اكمل سواء بيت او حاجه، بحب اكملها للاخر. حلو قوي. بحب اكملها للنجفه، للاكسسوري، للطابلو. بحب اللقطه تطلع كامله. انا بقول للعميل انا هسلمك الروب اللي في الحمام، يعني انت شايف انا واصل معاه المرحله عامله ازاي. حتى لدرجه الاطباق والشوك والسكاكين اللي هتتحط على الدايننج بجد بتفرق. حلو ده طبعا. اقل الديتيلز دي، الديتيلز القليله دي بتفرق. طبعا هي دي الموضوع كله. بالظبط. عايز اخد رايك في حاجه. الجيل الجديد، المهندسين الجداد، انت شايف ايه؟ بص، هو انا عندي راي على الجيل الجديد كله عموما. اولا فيهم ناس
تالنتد جدا مم. بجد. يمكن عندهم الفرصه ان هم يشوفوا اكتر مننا. التغذيه البصريه يا احمد مهمه جدا. يقولكش انقل، مم. انا موضوع النقل ده عندي ممنوع تماما. مم. لو قفشت مهندس ناقل ولا فاتح بنترست بينقل بتبقى مشكله. طبعا. انما هم عندهم الفرصه انه يشوف احمد فكري، يشوف فلان، يشوف فلان، يشوف فلان، يشوف فلان، يشوف يتغذى كتير، عينه تتغذى كتير. احنا ما كانش عندنا الفرص دي. احنا البومينج بتاع الماركت بتاعنا مثلا يمكن حصل في خلال 10 سنين الاخرى. صحيح. فبقى ان هو عنده مدارس كتير في الانتيريور وفي الاركتكتشر يتعلم منها، بغض النظر عن المدارس طبعا، لو كوربوزيه والناس الاساطير دول. مم. فلا، الجيل الجديد عنده فرصه هايله، بس في عندهم مشكله. الجيل ده مستعجل جدا 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 مم. جدا. انا اتخرجت، فين الفلوس؟ ايوه. فين الفراري؟ انا اتخرجت يا جماعه، انا عايز فين فلوس المكتب؟ وفراري. فين العملاء؟ فين المشاريع فين اللي مستنياني؟ فين؟ بابا ما فهمنيش كده. والله. آه. فلا، هم عندهم حاله من الاستعجال الرهيبه، وده للاسف قله الصبر دي هي مشكله حقيقيه. مم. هتخليك تفقد الباشون واللي انت ان انت بتدور عليه. انت بتدور على انك تنجح، ولا بتدور انك انا عايز انجح دلوقتي، اكسب فلوس كتير دلوقتي؟ لا خالص، هي بتمشيش صح. كده. هيخليك تحبط بسرعه، هتقع. بالظبط مم. بالظبط مم. بالظبط. مم. ده عيب الجيل الجديد، ما عندوش صبر. وانت بتتعامل مع ده ازاي في المكتب؟ والله بنتعامل مع ده ازاي؟ انا دايما بحب ان انا اشجع، يعني بحب اشجع التيم. يعني ما بحبش انتقد النقد اللاذع. دايما بحاول اجيب الموضوع بطريقه فاني يعني. تقول الحلو الاول بالظبط. وبعد كده ايه تقوم بالظبط. ملسوع. لا خالص والله. آه. بحاول دايما ولا في حد عندي كومنت على الشغل، بخلي مديره يتكلم معاه، وساعات انا بقول له تعالى كده المكتب عندي، تشرب ايه، الاخبار، الدنيا مش عايزك تحسن كذا، تخلي بالك من الله، كذا. انت جميل والله. الحلاوه. لا لازم. بس دول يعني احنا بنشتغل بالناس دي. تعرف ان انا لحد دلوقتي ما عنديش جهاز بصمه في ولا فرع. وانا برضو، فانا عندي بس ما بستخدموش. انا ليا وجهة نظر في الموضوع ده. احنا شغلتنا شغلانه ابداعيه شويه، فطبعا اتش ار بتخانق معايا كل يوم ان احنا لازم نجيب جهاز بصمه ومش عارف ايه وازاي، والناس بتيجي بمزاجها وتمشي بمزاجها وكده، والدنيا سايبه. لا انا شايف ان انا دلوقتي انت بتشتغل بتاخد مرتب. لو انت حرقت اعصابك الصبح وانت جاي عشان صحيت متاخر شويه على الميعاد، فهتيجي وهوب تبصم تلاقي نفسك اتخصم لك نص يوم، اتخصم لك يوم، انت هتبقى قاعد متضايق ومتعكنن، فمالكش نفس. انت هتقعد تشتغل وتبدع ازاي وترسم سكتش عمرك خلاص انت اتقفلت. وبعدين هتتعامل معايا بقى بالساعه. طب انا جيت لك بقى 9 اهو وهشتغل الساعه 12. انا قاعد قدام الجهاز، عايز مني حاجه؟ لو حملت عليك يوم ولا حاجه، عندنا تسليمه ومش عارف ايه. اصل مين فينا ما بيتاخرش؟ احنا ايام الكليه ما طبقتش طبعا كلنا ده. طبعا. احنا حياتنا كانت تطبيق على المشاريع عشان نعرف نسلم طبعا. التسليمه بتاعه المشروع. صح. فاحنا متعودين على كده. فطبيعي ان انا يبقى عندي تسليمه، فاقول له والله بقى نقعد بقى النهارده بقى احنا نجيب غدا وقاعدين مع بعض، وده بيحصل طبعا. فعشان كده مش رابط الموضوع. انا بحب ان الناس تبقى شغاله ونفسيتها مرتاحه. بس معلوم حتى كمان باشمهندس عايزين كوفي ماشين جديده وماله، فاهم؟ انا مش عارف جايبين مش عارف مشروب غريب كده، ما اعرفش ينسون على ايه نعناع على كمون، يقول لك عايزين مش عارف اسمه ايه كده. وماله الف هنا. اللي بيجي من بره يقول لك انت مدلع. ايه ده اللي انت عامله يا جماعه؟ دول ديزاينرز، دول هيقعدوا يفكروا ازاي ويطلعوا يفضل قاعد يبقى باله طويل 10 ساعات. لا طبعا محتاج يبقى قاعد متظبط. انا ساعات بدخل المكتب في فروع تانية بلاقيهم مشغلين اغاني وبتاع، عاملين حفله، عيشوا حياتكم. انا بالنسبه لي برضو عيشوا حياتكم. طيب، موضوع الحلقه النهارده انا يعني نقدر نقول ان هو يتبلور كله حوالين كلمه لا. امتى احمد درويش قال لا على كلاينت؟ امتى احمد درويش قال لا على تصميم؟ امتى قال لا على فرصه هو كان ممكن شايفها فرصة مش أحسن فرصة وغيره بيتمناها؟ وهل الفرصة دي ممكن تبقى رزق ربنا بعتهولك وانت رفضته، ولا الفرصة دي اختبار من ربنا انك تحافظ على النعمة اللي اديها لك؟ ده سؤال صعب قوي، بس اصلا انا قلت لا كتير قوي في حياتي. بس خليني ارتب السؤال الاول. يلا. امتى اقول لا على كلاينت؟ انا ما بقولش لا على كلاينت. تمام. الارزاق بتاعت ربنا. حلو. تمام. فانا دايما بعتمد على ده، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم بالله. طبعا. ده رزق ربنا. انما الكلاينت اللي بيشتغل معايا على حته فلان ارخص منك، على فكره انا كنت عند فلان واداني سعر اقل، فانا على طول اوتوماتيك اكلمه لك
مم. اصل انا الحمد لله اغلب اللي في الماركت صحابي. وفلان ده صاحبنا. اكلمه لك آه. يعني عايزه مثلا يعمل لك مم. ديسكاونت. مم. الكلاينت اللي كان شغال مع مهندس وستيل لسه شغال مع المهندس ولكن عايز يعمل ساين اوت ويجي لي. مم. لا مم. تمام، مم. لانك ده انعدام ضمير هيبقى مني لو انا قبلتها، لان هو التاني هيتأذي لما الشغلانه تمشي من عنده، صح. الموقع ده يمشي من عنده. صح، وشويه وهيعمل ساين اوت منك ويدور على حد حتى لو تالت. مش هيعمل كده. مم. تمام. لا، ودي بالذات لما يتحول الديزاين لسلعه. مم. يعني ايه؟ اقول لك كتير قوي 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 كلاينت يجي لي يقول لي ما تاخدش فلوس ديزاين، ما انت هتاخد البروجكت كله. صحيح. تاخد فلوس ديزاين ليه؟ اه ليه بتاخدوا فلوس اصلا؟ طب حضرتك بالنسبه ان انا في شغل، مش مهم. في مرتبات، في دماغ هتتحط، يعني ما بحبش ان انا اقلل من مجهود الديزاين واحمله على حاجه تانية، لان انا روحي في الديزاين. في ناس على فكره بتقول لك ده اسلوب سيلز مهم، ما هو كده كده مفيش حاجه ببلاش. هنا المهنه اتحولت لبرودكت، امم وانا ما بعرفش ان انا بص على فكره معروفه قوي، اي مهندس انتيريور ديزاين، اي ارتست، اي فنان ما بيعرفش يتكلم في الفلوس. تمام. والله أيوة ما بيعرفش يتكلم في الفلوس، صح. انما يعرف يشتغل كويس قوي. مم. يجي ناحيه الفلوس لا دماغه تقف. صح. يعرف يقول لك ان الحيط شايف البلاطه دي فيها 2 مللي، انما يجي على الكلام في الفلوس ما يعرفش. ما بنعرفش يعني انا من الناس اللي بتتكسف شويه. صح. فما بعرفش ان انا كمان حاجه تتاخد مني بسيف الحياء. تمام. ده كتير. ده كتير قوي الموضوع ده. تمام. بعملها بسيف الحياء بس ما بقاش مبسوط، بتكسف. فلما المهنه بتاعتنا تحول لسلعه ويبقى طب ده فلان قال كذا وفلان قال كذا، ويروح لفلان يقول له فلان اصلا قال كذا. الفكره انت عايز تشتغل مع احمد درويش، عايز تشتغل مع احمد فكري، عايز تشتغل مع سين من الناس، انت بتشتغل معاه لان الديزاين بتاعه عجبك. صح. دماغه عجبتك. انا مش زي احمد فكري، احمد فكري مش زيي، وانا مش زي فلان ومش زي علان. انا راجل بشتغل ممكن بديتيلز زي ما انت قلت في الاول اكتر شويه. انت بتحب مين؟ صح. عايز تشتغل مع مين؟ صح. في الاغلب لو انت قلت لي والله انا عايز اشتغل معاك واتكلمت في شويه النقط اللي تخص الفاينانس اللي عايز تتكلم فيها، هتلاقيني جيت معاك. يعني هتلاقيني جيت معاك لو انت شخص لذيذ والبيت بتاعك. انا فكره بحب البيوت المختلفه، يعني بحب البيت اللي الفورم بتاعته غريبه. تحبش البيت السهل؟ لا ما انا بقول ديتيلز. لا يعني هات لي بيت عامل كده وبعدين في جناح فالت كده رايح فاتح شمال كده زياده، حته دبل هايت مش عارف ازاي وقطعه في ايه. احب البيت اللي الفورم بتاعته عجيبه. انا لما بشوف البيت ده بمسك فيه. على فكره انا احلى بيوت طلعتها من البيوت اللي كانت الفورم بتاعتها اللي بالشكل ده اللي فيها مشاكل اصلا بالزبط. معماريه من البدايه. ففي ساعات كتير انا بمسك في الكلاينت لو هو حابب يشتغل معايا، مش جاي يعمل لي كومباريزون ويضغط عليا ضغط ان انا اخد بقى الشغلانه قبل ما فلان ياخدها. لا ما يفرقش معايا، خلي فلان ياخدها. الف مبروك. الف مبروك. انت فاهم؟ هو حابب يشتغل معايا، حابب ماي واي ان ديزاين، حابب طريقتي، خلاص يلا بينا هنتفق. انت فاهم قصدي؟ حلو. ده اول جزء في السؤال. باقي السؤال امتى قلت لا على ديزاين؟ لا على ديزاين لا على ديزاين لما بيطلب مني ان انا اعمل حاجه كوبي بيست من حاجه تانية. حلو. مستحيل. حتى لو كوبي بيست من حاجتي انا. مش اكرر ديزاين. صح. انت ديزاينر. انا عايز ده. لا انا هعمله في بيتك بطريقه تانية. خلاص انا فاهم الكونسبت واللاين اللي انت عايز نمشي بيه، سيبني بقى اشتغله. انما اخده كوبي بيست بجد ساعات بيجي لي كلاينت يقول لي انا عايز دي هي. على فكره ده مريح جدا لناس كتير. يقول لك انا حر وده بيتي، مش قاعدني على مزاجك. قول له سيبني انا عارف العناصر اللي عجباك وانا هوظفها لك في الديزاين الجديد. بس اكرر ديزاين ليا لا، انقله من حد تاني لا. فدي لا اللي بقولها على ديزاين. على الديزاين. وامتى بقى بتقول لا على فرصه الناس بتشوفها ان هي حاجة. يلا احكي لك حاجه. أوكي. بص سنه 2017 انا لما اشتغلت في دبي كان في مكتب استشاري شهير ما كانش عنده انتيريور ديبارتمنت، وانا كنت اتعرفت عليهم في احد مشاريع الساحل.
مش عايز بس ابقى بعمل اعلان لاي حد ده أي احنا في حاجة. البودكاست بنقول عادي. والله عادي. هو قول كان أسماء. الاستشاري بتاع مراسي اعمار، تمام. وما كانش عندهم انتيريور، ودلوقتي بقى عندهم انتيريور ديبارت. فكنا بنشتغل مع بعض، وكان بيعمل يعني بيجي له كلاينت عايز يعمل ابديت على البيت بتاعه سواء هنا او هناك، كان بيعمل الشغل ده عندي. وبعدين طلبوني في ميتنج مع السي او، فرحت قعدت معاه. فالراجل قعد معايا قال لي تكسب كام في مصر؟ قال لي انت عبقري، انت بتكسب كام في مصر؟ قلت له بغض النظر. قال لي طب انا عايزك تقعد معايا. فين بقى؟ في دبي. اوكي. هديك سكن وهديك عربيه وهديك رقم في الشهر لو سمعته النهارده تقول الرقم ده كبير النهارده. وقتها كان رقم ضخم، يعني كان صحابي بيقولوا لي انت اكيد مجنون عمرك. انت اكيد مجنون. انت بتعمل ايه في مصر؟ كنت انا وقتها في مصر لسه بحاول اوضب مكتب سموحه، فاهم حاجه؟ كل اللي شرحت لهم الكيس بيت وعربيه ومرتب زي ده وبوزيشن، وانت لسه صغير انت بتعمل ايه؟ وكان مصر بقى وقتها طالعه من ثوره والدنيا مش مظبوطه انا صليت استخاره كتير قوي، وبعدين حسيت ان انا خدت مشوار، طلعت درجتين في السلم. انا لسه حطيت اول درجه ولسه بعمل التانية، حط رجلي التانية، هبقى ضيعت. انا ابتديت زي ما قلت لك من وانا في الكليه، وبعدين ابتديت 2012 بكام في 2019 بقى لي 5 سنين. الخمس سنين دول اترموا، البراند نيم اللي انا كنت بشتغل عليه خلاص بقى باي باي، بقيت موظف. فقلت لا، وكل الناس استغربت ازاي انا قلت لا، لدرجه ان نفس السي او كلمني قال لي انت ازاي تقول لا؟ انت العرض مش عاجبك؟ قلت له مش كده، راح مزود لي العرض. انا عايزك معايا باي طريقه، وقلت لا تاني. هي القصه كلها انت عندك هدف. بالظبط. هو ده اللي انا بقعد اقوله للشباب الصغيرين، اقول لهم يا جماعه انتوا حددوا الهدف بتاعكم، التارجت، واشتغل عليه 20 سنه. مش عيب، بس يبقى عندك هدف، مش سايب نفسك لاهوائك. انا النهارده مهندس ب10، بكره هاخد 10.5، هنا هيديني 700 زياده، هنا مش عارف ايه، انا جاي لي فرصه. الحركات دي غريبه جدا. تصدق فعلا انا عندي مهندسين كانوا شاطرين قوي وبجد كان لهم مستقبل كبير معايا، ومشي بجد من الشركه علشان في حد عرض عليه 1000 جنيه زياده. ما انا عارف، ما انا شفت ده، وعلى فكره كلنا بنشوف الموضوع ده. بقول لهم يا جماعه يعني انا والله انا السبب الرئيسي ان انا اعمل البودكاست ده ان انا عايز الشباب يسمعوا، يشوف انت النهارده انا جبت اكتر من نموذج معماري واكتر من نموذج مش معماري، وكله بيتكلم بنفس الكونسبت. شفت انت في اول كلامك قلت انا من تالتة عماره شغال ما كنتش باخد فلوس. انا نفس القصه برضو، انا بدات اول 2 وكنت متخرج ومخلص وقعدت اعمل في مشاريع وبخسر فيها، بس جاست ان انا اعملها في السي في وفي البورتفوليو. لا انا عايزهم ياخدوا فلوس، بس انت لما تيجي تقارن انك بتمشي، طب انا اقول لك، طب ما في حاجه تانية شهيره جدا، موضوع الفريلانسنج. انت في ناس بتمشي من عندك هو باعتقاده انه خلاص دلوقتي حان الوقت ان انا اكون فريلانسر. في ناس بتنجح واغلبهم بيفضل شغال على نوع من الكلاينت اللي مش قادر يروح لشركة او لمكتب كبير، فبيبقى كلاينت متعب شوية، بيبقى كلاينت الميزانية بتاعته البادجت بتاعته قليلة، فما بيبقاش عمر ما هيجيلك بروجكت كبير، لان الكلاينت اللي عنده بروجكت كبير عايز يعمل حاجة مختلفة مش هيروح لفريلانسر. تمام صح. وبعدين انت كفريلانسر لما تيجي تحسب والله ده انا هعمل بروجكت هاخد فيه كذا اماونت، ما حبيبي انت ممكن تعمله وتقعد 3-4 شهور ما عندكش، فتلاقي نفسك في الاخر عدلت مرتبك. فموضوع برضو الفريلانسر ده بقى ناس كتير قوي، وبعدين بقى التسعير بقى عمال يقل. انا بسمع ناس بتشتغل متر ديزاين بارقام بتهزروا يا جماعه ولا ايه؟ حضرتك انت ما جبتش ثمن الكمبيوتر، ما جبتش ثمن الكهرباء اللي انت استخدمتها في الكمبيوتر، الساندوتش. فايه ده؟ فده برضو انا شايف ان لا، حتى لو انت فريلانسر ما تشتغلش بالاسعار دي. انت ديزاينر، انت ليك فاليو كبيره، ما تقللش سعرك للدرجه دي. بس هي خلاص بص، هي بقت كومبيتيشن وبقى سوق مفتوح، وبقى في عندك ده وفي عندك ده، مين عايز يروح لمين؟ وهي دي بتبقى القصه بالظبط. انا برضو عايز اسالك على حاجه اعتقد الماركت كله مر بيها. انت بيبقى عندك، انت مثلا الراجل بتقول عندك 85 موظف، عندك رانينج كوست عالي قوي قوي في الشهر، وده طبيعي. ازاي بتقدر تقول لا المشروع هيدخل لك، هقول لك ايه، ليكويد ماني، كاش فلو يحركك؟ ازاي بتقدر تقول لا في المرحله دي؟ بص، يعني اقول لا البروجكت لما احس ان انا والكلاينت مش هنعرف نطلع حاجه حلوه.
مش شبه بعض. احنا هنتعب بعض زياده ومش هنطلع حاجه حلوه في الاخر. الفلوس مهمه وانك تقول لا البروجكت طبعا انت بتخسر فلوس، بس صدقني انا بشوفها من مبدأ خساره قريبه ولا خساره بعيده. يعني احنا كده هنخسر في وقت من الاوقات هنخسر، فلا من دلوقتي انا وانت مش هنعرف نطلع حاجه حلوه. انت بتتكلم في ماديات بطريقه معينه، انت بتبقى فاهم قصدي على فكره. انا فاهم كويس قوي. يعني انت بتتكلم في حاجات كده. انا شايف انك كويس، عندك بيت حلو. يعني عارف انت زي بقول لك ايه، ازاي كلاينت لو بادجت وجايب فيلا 100 مليون، فاهم؟ يعني بتلاقي حاجات كده كوميكس كده، انت فاهم ازاي؟ ايوه ازاي وبعدين مكلف رخام ومكلف كذا، وجاي بقى على المهندس يقول له بقى مش يعني هقدر ادي لك باقي ده فلوس. ساعات لا، وساعات بيبقى هو مثلا يعني عايز يبدا ان هو ينزل بالكواليتي بتاعت الماتيريالز بزياده. واكتر كلاينت بقول له لا فروم دي 1 اللي بيسمع لاي حد. صحيح. يروح يسمع من ده وبعدين يروح يسمع من ده وبعدين يدخل يسأل العامل فيسمع من العامل. يبقى انت ما عندكش تراست مع الشركة ان انت شغال معاها. ده هيولد مشكلة طبعا في اي وقت. وده على فكرة ده بيحصل كل يوم مع جميع الفئات، مع الكبير والصغير والغني والفقير انا كان لسه عندي كيس من قريب. احنا بنتكلم بصراحه في البودكاست. براحتك خالص. انا حاسس ان انا بعمل مشاكل. البودكاست ده يعمل مشاكل. لا خير. كان لسه عندي كيس من قريب. كان عندي كلاينت بعدين جاي لي كده وداخل معاه حد ما اعرفوش وحد كمان ما اعرفوش. وبعدين قال لي انا عايز اقابلك بصفه عاجله. طب حضرتك قابل البروجكت مانجر، قابل الاوبريشن، عايز اقابلك. اتفضل حضرتك. قال لي احنا متفقين ان احنا هنعمل احلى حاجه واحسن كواليتي. قلت له اكيد، وانت جاي لي ليه؟ قال لي طيب انت ليه حاطط لي مواتير صيني في الشطر شيشه؟ قلت له مواتير صيني؟ يعني ايه مواتير صيني؟ قال لي والله كده. قلت له اولا انا مش بتاع شطر، خلينا نكلم شركه الشطر، انا عارف شركه الشطر حاطه ايه. طب مين اللي؟ قال لي المهندس. بصيت له كده قلت له حضرتك تبع ايه؟ قال لي ده صاحب ابن اي كلام بقى. تمام. قلت له حضرتك دخلت الموقع بتاعي باذني؟ استأذنت حد؟ عرفت منين انه صيني؟ قال لي ده موتور صنفي صيني. قلت له الصنفي صيني ازاي يعني؟ قلت له ماشي، هو معروف الصنفي فرنساوي صحيح، فهو يقول لك صنفي صيني. فقلت له جايز. فاتصلت بشركه الشطر وهي الشركات المعروفه في مصر وفتح السبيكر. قلت له باشمهندس عمرو. قال لي يا باشمهندس احمد ايه المكالمه دي ومش عارف ايه. الراجل اتخض ان انا بكلمه. قلت له في عندي قال لي يا باشا خلينا نروح افتح له اي حاجه اطلع له الموتور، لو ما طلعش فرنش انا اتحاسب على اي حاجه، انا جاهز. عملت ايه بقى في الموقف ده؟ طبعا كان ردي عنيف شويه، بس هو كان لازم يبقى كده. لان انت النهارده عارف لو الموقف ده ما كانش حصل، خليني اقول لك ان في ناس بتتظلم في الماركت على فكره يا احمد. الموقف ده ما كانش حصل، لو الكلاينت ده ما جاش وصارحني 1 2 3 4، هيفضل طول عمره فاهم ان انت جايب له موتور، وهيبقى قاعد وبيتكلم ويقول لهم انا اتعاملت مع احمد درويش ديزاينز وضحكوا عليا. طبعا الموضوع ده في الاغلب بيكون يا هو جاب مهندس مش فاهم، يا اما مهندس سيء النية، يا اما مهندس عايز ياخد بونت على حسابك اللي هو ايه. بس احنا برضو في ناس في مهنتنا وحشة شوية، بيبقى اللي هو ايه عارف عاملين زي الصناعية، مين الحمار اللي كان شغال قبل هنا؟ عارف انت جبت كهربائي مين الحمار اللي كان شغال قبل هنا؟ في ناس كده. ففي ناس في مهنتنا عامله كده. ايه رأيك في العملاء اللي بيطلعوا على جروبس معينة ويروحوا يشتموا في المهندسين اللي اشتغلوا معاهم؟ اي حاجة تتحل في الغرف المغلقة. اي حاجة انت فاهم طبعا بتكلم عن ايه. طبعا بتشوف كل يوم. اي حاجة تتحل في الغرف المغلقة. يعني الخلاف بين البشر ربنا وضع قوانين لحل الخلافات والنزاعات والورث، فطبيعي يحصل بيننا خلاف. طبيعي. ده وارد. طبيعي. انا واحمد فكري صحاب نشد مع بعض بكره ونتصالح بعد بكره انا ومراتي، ده طبيعي. فطالما حصل بيننا خلاف فاحنا هنحله في الغرف المغلقه من غير لا تأذيني ولا أذيك. وانس ان انت طلعت الموضوع على السوشيال ميديا
فانت بتأذي. مم. انا في الحقيقه هذا موضوع ده الحمد لله عمره ما حصل معايا، مم. بس افتكر انه لو حصل معايا انا سأدير ظهري تماما يعني، ولا كأني شفته مم. مم. خالص. لان وانس ان انت عملت كده فانت قاصد بيه اذى. ممكن يقول لك انا موجود عشان خاطر حقوق الناس، المهندسين بقى محدش اللي عينك. بيبهدلوها. مين اللي هيقول ده؟ الناس عينتني، انا موجود دلوقتي، اهل ثقه، الناس كلها بتثق فيا، انا معلم انا المهندسين. بثق فيك يعني انا عمدة المهندسين قصدي في مصر. الناس بتثق فيك. الناس انا بثق فيك، انا ما اعرفكش. مش وارد كده. صح. ما لو انت بقى عايزين تمشيها، هي نسبيه، عايز تمشيها بقى حكم بقى يعني انت الكلاينت عين اختارك حكم صح. طب انا بقى محتاج اجيب حكم. انا حاسس ان احنا كان في خناقه دي قعده عرب دلوقتي. فاهم؟ فخلاص تعالى بقى دي يعني مشكله يا احمد، مشكله دي كبيره. عشوائية. انا شفت ناس كتيره جدا صحابنا ومش صحابنا بيتعرضوا لها انا شايف دي عشوائيه. دي عشوائيه، موضوع بصراحه صعب. دي عشوائيه. انا شايف والله نصيحه لاي كلاينت واي مهندس، اي اتنين يحصل بينهم مشكله، ميتنج، مشكله 1 2 3 تحل 1 2 3. ساعات بتحصل مشاكل وما بتتحلش، طيب مين ممكن نرتضيه انا وانت؟ هاتوا بقى ساعتها العمده بتاع المهندسين ده، وهو يجيب العمده بتاع المهندسين بتوعه، ونقعد بقى برضو في غرفه مغلقه طبعا، في ميتنج روم طبعا. ما انا بقول نقعد. انما السوشيال ميديا فانت تبقى بتأذي حد ممكن يكون اصلا مظلوم. في ناس يعني في ناس على السوشيال ميديا بيستنى شوية ويفضل ان هو بيعرض المشكلة هنا ويعرض المشكلة هنا، ولما بيلاقي مفيش حل بيعرضها. اعذره يعني، برضه هو الراجل اتحط حكم. في ناس بتعمل كده يعني بيستنى، وفي ناس بيستنى شوية يسمع من الطرفين ويحاول يكلم ده ويحاول يكلم ده، ومشكور ان هو بيعمل كده وبيحاول يحل. بس انا مش فاهمها، هو بيعرضها لمين؟ يعني هو بيعرض المشكله دي لمين؟ بيعرض على صاحب المشكله الكلاينت وعلى المهندس. هما ما حلوش، وانا كحكم ما عرفتش احل، هروح احطها على السوشيال ميديا ليه؟ خلاص ده طلب اللي عايز ينزل البوست ده مثلا، ده طلب واعتقد ان هو برضه بياخد موافقه المهندس انه هينزل البوست. اعتقد ان الامور بتوصل لمرحله ان مفيش حل فبينزل البوست. هو المهندس اللي بيبقى عنده مشكله بيقول اتفضلوا نزلوا عني بوست. انا ما اعتقدش برضه ان حد ممكن يوافق على كده. طبعا يعني ما اعرفش. انا ما اعرفش الكواليس، انا بشوف من بعيد عشان بس ما حدش يفتكر ان انا يعني برمي على حاجه. بشوف الموضوع اوفر اول مش عاجبني يعني. انا مش مرتاح يعني. في مشكله، انا لو حد حكمني اولا انا شخصيا شايف ان في اذى شويه، اذى كبير مش اذى شويه. شايف ان في اذى طبعا شويه وفي ظلم. حركه ما انا نفس الكاركتر. انت مش هتقطع رزقي ولا الارزاق بتاعت ربنا زي ما قلت لك في الاول. صحيح. فانت مش هتاثر معايا في حاجه. الحمد لله. انما لو انت اخترت انك تمشي في هذا الطريق، خلاص جو بالظبط. يعني وريني. انا بقول لك، انا لو ده حصل انا ولا الهوا ولا اكني موجود. يعني مش ده مش موضوع. الحمد لله ان عمره ما حصل معايا. الحمد لله احنا ما فيش كلاينت بيحصل بيننا وبينه مشكله، ولو حصل احنا اللي بنسعى لحلها. الحمد لله على مدار النهارده بنتكلم في 13 سنه في الماركت ما حصلش بيني وبين كلاينت مشكله. لا انا عايز اقول لك، انا باجي على نفسي واخسر فلوس بس الكلاينت يبقى تمام. ناس كتير قوي ما بتصدقش على فكره الكلام ده لما بنقوله. لا والله بجد دي حقيقه. ويفتكروا ان احنا بنجمل الكلام. على فكره ده سر نجاح اي حد. طبعا صح. حافظ على الكلاينت بتاعك. صح. ولما حد بيدخلني في مشكله بينه وبين كلاينت، انا بقول له تعال على نفسك. تعال على نفسك وخلي الكلاينت يمشي مبسوط. انا اهم حاجه عندي الكلاينت يمشي مبسوط. وحل مشاكلك معاه وحاول بطريقه وديه بما يرضي الله. الكلاينت يمشي مبسوط. لو هتيجي على نفسك هتخسر من عنده، هتكسب ناس كتير هتقول والله عمل لي شغله وبتاعه، اختلفنا في الاخر بس اتحلت والدنيا تمام. صح. تمام. الدعايه بالكلام بالماوس احسن من السوشيال ميديا. طبعا 80-90% من الشغل والماوس احسن بكتير من السبونسرشيب انستجرام والحاجات دي. ايه رايك في مقوله الراجل ده مش بتاع شغل، الراجل ده بتاع شو؟ وهل الشو ده مهم ولا مش مهم؟ بص، احنا مهنتنا تحولت شويه يعني. احنا المهندسين بقوا فنانين.
اوكي. واحنا اوريدي فنانين يعني بس بس قصدي بقى الموضوع عامل نجوم يعني. فالشو بقى مهم. فكرة انك تكون راجل سمارت شيك، تعرف تتكلم، تعرف تشرح شغلك، تعرف تعبر عن نفسك، فلوينت، ده كلام كويس جدا مفيد ليك في شغلك. فانما في ناس بتاعت شو بس دول ناجحين على فكرة، يعني ناجحين في الشو، ناجحين في الشو وناجحين في الماركت. وتشوف شغلهم تي وحش جدا، يعني شغل وحش بس معاه شغل، ربنا يكرمه ربنا يزيده. خد بالك، ما اللي انا اكتشفته ان الموضوع ده نسبي. يعني هو من وجهة نظرك انت راجل بتهتم بالتفاصيل وباليونيك ديزاين وبالاختلاف وبعمل حاجة جديدة ما تعملش قبل كده. في ناس كتيرة جدا انت بالنسبة لك تقول ايه ده عبث اللي بيعملوه، ده عبث. هو بالنسبة له انا جالي شغلانة عشان انا عملت شو معين وخلصت الشغلانة والعميل مبسوط وانا مبسوط، هو ده نجاح. شكرا مع السلامة. هي النجاح ممكن يبقى نسبي. بص يا احمد، بيرسونال براندنج خصوصا لما يبقى البيزنس بتاعك باسمك، يعني ما اسمهاش شركة اي اسم. تمام. يعني اسم انما باسمك انت، شخص اسم شخص. فانت مهم جدا انك تكون بتعرف ازاي تو ريبريزنت يور بزنس. انت خلاص انت اللي بتمثل البيزنس، خصوصا لو باسمك احمد فكري ديزاينز. صح. فده مهم. الشو مهم. انا مش هقدر اقول لك ان الشو مش مهم، بس اهم حاجه يكون الشو مقنع. عشان في ناس الشو بتاعها مش مقنع. صح. الله، حلوه قوي مقنع دي. صح. تمام. ان انا يعني اشوف ده يعني في يدخل ناس دماغي اقتنع بيه. في ناس بتحسسني بالشو بتاعها ان الراجل ده عمل في حياته 1000 بروجكت في خلال الفتره اللي فاتت. تيجي تدخل تلاقي مكتبه فيه 3 ل 4 مهندسين، تبص على الديزاينز تلاقيها فقيره جدا. فايه فيراك تنزل على الارض توازن. تمام. ما تعملش فيها ابو المعماريين وابو الديزاينرز وانت لسه انت مش في البدايه. انت ما تبيعش بيعه مش بتاعتك. بص يا احمد، والله ما هتلاقي ممكن واحد عنده كميه السلام النفسي اللي عندي. والله العظيم بتمنى الخير والرزق لكل الناس. ده صحيح. انت عملتني وناس كتير عملتني الحمد لله. والله العظيم بتمنى الرزق والخير لكل الناس. ومش حاطط نفسي بكومباريزن مع حد. انا طلعت بره الدايره دي، انا ماشي في طريقي لوحدي تماما. في خناقه هنا، انا مش بص على الخناقه، انا مكمل كده. انا مكمل في طريقي، بسلم شغلي، بعمل ديزاين بتاعتي اللي انا مقتنع بيها بالظبط. تمام. تتفق او تختلف، يعجبك شغلي ما يعجبكش عادي، اذواق. انا شغال وموجود. المهم انا فين، بعمل قد ايه، ليا قد ايه ماركت شير، باخد قد ايه من الماركت شير ان كومباريزون بالكومبيتيتورز. انما منافسه شريفه للغايه، احب المنافسه الشريفه، ما غلطش في حد خالص. لما بتيجي سيره حد ما بقولش عليه اي حاجه خالص، ربنا يوفقه. النقيض بيحصل معايا على فكره. تمام. لا والله. احمد درويش ده متدروش على النقيض بيحصل معايا. بس انا لا، وصفاء تماما. انا مش بجادج على اي حد في اي حته. ربنا يوفق الجميع. بس بحب اكون مقتنع. يعني انت قد ايه انت راجل عظيم، انت راجل عظيم جدا. تمام. اشوفك اقول لك قد ايه انت عظيم، وانت شرحت لنا بالشو بتاعك وبطريقتك وبكلامك قد ايه انت عظيم. صح. عندك وجهة نظر. ممكن نتفرج على الشغل بقى. صح. ايه رايك نتفرج على الشغل؟ نتفرج على الشغل. انا ممكن اقيمه ان هو ضعيف، في حد تاني ممكن اقيمه ان هو حلو جدا، رائع. اذواق. بس في الاول وفي الاخر في معادله. الشو بتاعك، ظهورك، الابيرنس، طريقه كلامك، تعبيرك، اتيتيودك، في مقابل البيزنس موديل بتاعك. صح. والهيستوري. ما بقاش عملت والهيستوري. مشروع بالزبط. وحتى لو مشروع حلو واطلع اتكلم انا تاريخي لما تاريخ عملته حضرتك يعني تاريخ ايه يعني. لا انت لو عملت مشروع جميل والله انا مش معترض، بس يعني في ايه. لا بتلاقي في فرق بقى كبير. في عدم توازن بين الاثنين، وده اللي ما بحبوش في الشغل. بصوا يا جماعه، دي كلها اراء شخصيه. بالظبط. احنا بنحب الناس كلها وان كان الاحترام للناس كلها. احنا بنتكلم في الجزء اللي له علاقه بالبيزنس والماركت ووجهات نظر يعني. انما كل الديزاينرز حبايبنا وكلكم. لا بجد والله انا ما فيش واحد ما بحبوش. كلهم
كلهم انا من حبايبي. نوع لما بلاقي حد عامل حاجه حلوه، شوف انا بقول لك ايه، وبتكلم اقول له انت عامل مشروع حلو قوي، وانت ايه خبر في مش ناس عارف ايه في ناس وبتاع. صحابي جدا بشوف احيانا ردود افعال غريبه، واحيانا بشوف ردود افعال حلوه، يعني بشوف الناس برضو في ناس يقول جميله. لك شكرا يا احمد. ماشي يا حبيبي. لا لا لا، انا بجد كل الناس انا بحبها، بالذات مم. يعني في اسامي منهم صحابي جدا مم. جدا، مم. واتمنى لهم والله العظيم ان هم ينجحوا اكتر مني ويكسبوا اكتر. ايه المشكله؟ مم. ارزاق بتاعت ربنا، صح. ده رزقه متوزع. قبل ما نقفل البودكاست، احنا عملنا حلقه حلوه، دغدغنا الدنيا. بس يعني انا واثق ان هي تبقى حلقه حلوه. عايز اسالك سؤال دايما بساله لكل الضيوف اللي بيكونوا معايا في البودكاست: امتى في عز مشوارك والكفاح بتاع مشوارك حسيت ان انت محبط تماما، وان انت مش عايز تكمل، وعافرت وصممت ان انا هكمل لحد ما وقفت تاني على رجلي؟ تيجي احكي لك حكايه ممكن ناس كتير ما تعرف، في ناس تعرفها وناس ما تعرفهاش. يلا بص بينا. انا اخر 2017 والدي توفى. والدي كان شخص عزيز جدا عليا، الله يرحمه يا رب. الله يرحمه ويحسن اليه. من المواقف اللي هزتني في حياتي لان الوفاه جت فجاه يعني. فمن بعدها وانت عارف ان زي ما قلت لك من شويه انا مش حاطط اجهزه بصمه، فالنفسيه بتاعت انك تعرف تشتغل مهمه جدا. فخدت سنه بعدها يعني لا انا مش في الدنيا، بس مضطر ان انا اكمل. طبعا. ياما نمت وصحيت مش قادر اقوم، مش قادر اواجه العالم، بس مضطر اواجه. مفيش رفاهيه ان انا منزلش او ان انا ما واجهش او ان انا استقيل، او ان انا او ان انا استقيل. اسيب الشغل، مفيش او ان اقفل تليفوني وما لا اردش. لا 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 مفيش الكلام ده خالص. هتكمل. وبعدها دخلنا في الكورونا، وسنه 2020 تعرضت لحادثه عربيه كمان. ده ايه العظمه دي؟ حادثه عربيه صعبه جدا. الناس القريبه مني تعرفها، في ناس ما تعرفهاش الحادثه دي. بس عشان تبقى فاهم المشهد بتاع الحادثه، هو انا دخلت في كساحه محمله عربيه من الجنب على سرعات كبيره. انا نازل من العربيه عندي نزيف داخلي، تهتك في الطحال، ثقب في الرئه، خلع في الساق، كسر في الحوض اللي قاعد قدامك ده، والعنايه مركزه وغيبوبه، والناس قاعده بالمصاحف بتدعي يا ترى احمد درويش هيرجع الحياه تاني ولا لا. يا خبر ابيض. وبعدين عملت عمليتين في رجلي. الحمد لله بفضل الله النزيف الداخلي الطحال وقف لوحده. 3 ضلوع يعني موضوع كده يعني. الحمد لله انا الله يسلمك ان انا قاعد معاك. وبعدين بعد ما عملت تاني عملية في رجلي، فقلت للدكتور وانا اقدر امشي على رجلي تاني امتى؟ انا حياتي في الحركة طبعا، تنطيط والمواقع والسواقة والمكاتب كل حاجة. قلت له اقدر امشي على رجلي امتى؟ الراجل كان صريح جدا معايا، قال لي بص يا احمد، انت اذا عرفت تمشي تاني على رجلك بشكل طبيعي عايز اتليست سنة. اذا عرفت اصابتك صعبة جدا، رجلك اتخلعت من الحوض بالكامل ومفصل الحوض مكسور نصين. فاذا عرفت تمشي رجلك تاني بشكل طبيعي من غير عكاز من غير حاجة، كان قدامك طريقين: يا تهدي تماما، وده ما انكرش انه حصل. انا بعد ما خرجت من المستشفى وقاعد في مرحلة ان انا في البيت ممنوع طبعا من الحركة ومش عارف ايه، طبعا انت فاهم تفاصيل طبعا الكسور اللي زي كده بتبقى عاملة ازاي. وانا في الحالة دي ايام كتير نمت من كتر البكاء على حالي وعلى اللي وصلت له. بس ما كانش قدامي حل. يتواجه، انا بطبيعتي شخص فايتر، يتواجه ده يا اما هتستسلم وهتعيش بقية حياتك بعكاز. صح، وهتنهار. بالظبط. عايز اقول لك دايما في منحة جوه المحنة. صح. طيب انا كنت بشتغل وان مان شو جدا. انا قلت لك انا ابتديت لوحدي سولو، وبعدين بدات احط ناس كل واحد يعمل تاسك معين. لما قعدت في السرير فتره، ده خلاني اديت فرص لناس تانية. هنا بدايه ان هي تبقى شركه، تبقى كوربريت. ايه ده؟ طب ما انا قاعد في السرير 3 شهور الشغل ماشي. طب ما الناس، طب ما تبعتوا لي كده عملنا سيستم ريبورتنج. منين؟ ما انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل في السايت. طب هنطور في سيستم الريبورتنج. طب عملنا له ابلكيشن، الصوره مع اللي بيحصل في السايت. طب ايه اللي بيمشي؟ طب احنا عايزين حد بقى
يعمل ماتيريال سيلكشن. انا كنت الاول انا بعمل ماتيريال سيلكشن كل حاجه بنفسي، طب انا عايز حد بقى يسهل لي موضوع ماتيريال سيلكشن. فابتدينا نشوف المهنه بتاعت الاوبريشن والماتيريال سيلكشن بتتعمل ازاي. فدي المحنه دي، سوري، المنحه دي المنحه. صح، دي المنحه. تاني حاجه هعمل ايه، كنت بتابع مع كذا حد عشان اعمل سبيد ريكفري. قال لك انا كنت مليان عن كده، فقال لك علشان تعمل سبيد ريكفري عايز تخس على الاقل 20 كيلو عشان لما تبدا تدوس على رجلك يبقى وزنك اخف، لان عضلات رجلك ضعيفه. قصة. خسيت 30 كيلو في السرير. تسالني ازاي؟ اقول لك ما إزاي؟ اعرفش ده بقى. مفيش حد لا بيعمل. 30 كيلو في السرير، رغم ان الطبيعي انك نايم في السرير مفيش حركه مفيش مجهود تتخن. مشيت مع دكاتره التغذيه وعملت سيستم قاسي على نفسي. انت دورت الدنيا كلها من السرير من الاخر. مش هنكر ايام كتير كنت بدات ان انا اخد قرار ان انا الشغلانه دي مش هينفع اشتغلها تاني. صح. انا مش هقدر ان انا اسوق زي زمان واتحرك زي زمان واتنطط على السقاله ومش هعرف. احباط شديد من اللي حصل وتفاصيل الحادثه اللي مش عايز ادخل موضوع يعني له علاقه باللي حصل في الحادثه والحكومه والمش عارف ايه. انا ههاجر، انا هقفل المكتب، انا ههاجر. احباط بشكل غير طبيعي. ولكن في كل مرة كنت بقف. انا زي ما قلت لك في 2017 رفضت عرض خيالي. تمام. فانا في 2020 بعدها ب3 سنين، ال5 سنين بقوا 8، فبرضه هستسلم. ما استسلمتش، الحمد لله ما استسلمتش. لان انا حصل لي نقلة كبيرة في حياتي وفي شغلي لما صبرت على الحادثة دي. تمام. غيرت. وربنا صح. كان بيديك اختبار. هتصبر وتحتسب ولا ايه؟ فده اللي انا عايز اقوله لك، ان كان في اختبار كبير من ربنا. محنة كبيرة قوي جواها منحة كبيرة قوي. لو صبرت، دايما ربنا بيحطنا في اختبار علشان ينقلك لمرحلة تانية، مرحلة تانية من الشغل، مرحلة تانية من الفلوس، مرحلة تانية من العطاء. المرحلة دي هتعدي بيها باختبار. على فكرة ده كل الناس طبعا هتعدي باختبار. نجحت فيه، هاي روح الاستيج اللي بعدها، وهتمر باختبار تاني. مش تبقى عارف الحياة ما بتمشيش دايما سموث. صحيح. ups and downs. صحيح. انما الفكرة انك تعرف تتعامل مع الابس اند داونز وتصبر على الابتلاء. تمام. وخلق الانسان في كبد. احنا مخلوقين في كبد 1,000,000%. فانت عليك انك تصبر على ابتلاءات ربنا، وهتلاقي دايما ان بعد كل ابتلاء في هدية جميلة جاية من ربنا. صح. ونعمة بيها. فكون ان انا قاعد معاك النهاردة وقاعدين في دبي والحمد لله، لا انا في نعمة كبيرة جدا طبعا. من ربنا. طبعا. انا كنت طبعا. هعيش ولا هموت. صح. وكنت هعرف امشي على رجلي تاني ولا لا. صح. صح. فانا شايف ان دي الحادثة دي جايزة من ربنا. دي اكبر يعني ازمة ممكن اكون شفت حد وقع فيها وكان مصمم ان هو ينجح. اصل الناس ممكن تفتكرها سهلة، لا تفتكرها كلمتين كده. لا ده قصة قصة مأساة كبيرة. آلام جسدية ونفسية. انا كان وشي ده كله متخرط ازاز جوه راسي. طبعا انا يعني متخيل تفاهم. آلام جسدية ونفسية لا احد يتخيلها، وربنا ما يكتبهاش على حد ابدا. صح. بس اي حاجة هتمر بيها لازم تصبر عليها. لازم تعرف ان ربنا دايما بيديلك الابتلاء على قدك. بالظبط. على قدك ان انت هتعرف ان انت تواجهه وتعدي بالزبط. بيه. والله انا الهدف من البودكاست ده ان انا اوجه الشباب وكل واحد بيحاول ان هو يدخل في البيزنس وفي الحياة، وان هو يحاول يعمل حاجة، سواء كان موظف او كان صاحب شغل او ايا كان حياته ماشية ازاي. لما يبدأ يسمع الحكايات زي دي، انا لما سمعت الحكاية دي انا اشعرت والله انا خدت عظة يعني حقيقي. فانا سعيد جدا بصراحة احمد ان احنا اتجمعنا واتقابلنا، ومبسوط ان انت كنت معايا في الحلقة الثالثة النهاردة من بودكاست مصمم ومصمم. واحنا عملنا حلقة حلوة
واتمنى يسترها. الناس يا رب ربنا يسترها تفش علينا. ربنا يسترها يعني يا رب الكلام يتفهم صح في مكانه الصح. صح، في الاول وفي الاخر احنا يعني احنا بنحب الناس كلها وما عنديش اي مشاكل شخصيه مع اي حد. والله ولا انا. هي وجهات نظر في امور تخص الماركت بتاعنا والشغل بتاعنا مش اكتر يعني. وان شاء الله يعني نشوفك دايما كده متألق ومكسر الدنيا سواء في الامارات او في مصر حبيبي. زي ما انت دايما متألق. وان شاء الله تكون معانا بقى بعد كده في الموسم الثاني والثالث والرابع من بودكاست انا اتشرف. مصمم. انا مبسوط ومصمم. جدا. انا مبسوط، انا حاسس ان انا كنت لسه عايز اتكلم كمان يعني، حاسس ان انا الوقت عدى بسرعه. الوقت حاسس ان عدى انا بسرعه والله جدا. بجد يعني حاسس ان احنا ممكن نطول الموضوع، نبقى نعمل حلقه نعمل تانية. اكيد لا والله لا انا يعني هعمل لسه حاسس في حاجات كتير عايز احكيها، مش عارف انا أيوة. بتعمل لي سحر في الكرسي ده خلاني قلت حاجات ما ينفعش اقولها اصلا. لا احنا قلنا كلام كبير. وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاك النهارده ومستضيفك النهارده وان انت كنت في ضيافتي النهارده. ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من بودكاست مصمم ومصمم مع احمد فكري.